السلام عليكم. إليكم أقدم المدن في العالم. في المرتبة الأولى أريحا، الأراضي الفلسطينية. تقع أريحا الضفة الغربية من قرب من نهر الأردن، ومن المرشح أن تكون أقدم مدينة في العالم، حيث يعود تاريخها إلى 10,000 سنة قبل الميلاد. وقد كشف علماء الآثار بها عن بقايا 20 مستوطنة تاريخية قديمة. في المرتبة الثانية حلب، سوريا. أوردت العديد من التقارير أن حلب أيضا مأهولة بالسكان منذ تأسيسها عام 10,000 سنة قبل الميلاد، ولذلك يعتبر أيضا من أقدم المدن في العالم. وقد مر عليها الحيثيين والأشوريين والعرب والمغول والمماليك والعثمانيين. في المرتبة الثالثة دمشق، سوريا. يسميها البعض أقدم مدينة مأهولة في العالم، إذ تعتبر واحدة من المدن القديمة العظيمة في العالم. يعود تاريخها إلى 11 ألف عام تقريبا، وقد مر عليه العديد من الخلافات كالخلافة الأموية والخلافة العباسية والخلافة العثمانية. في المرتبة الرابعة الفيوم، مصر. تقع الفيوم 100 كيلومتر جنوب غرب القاهرة، وهي مدينة مصرية قديمة، وكانت عاصمة آناسيا في عهد الفراعنة، وحينما ازدهرت أصبح اسمها بريسن، أي بيت التمساح الذي كان يعبد في ذلك الوقت. اليوم تضم الفيوم الأسواق الكبيرة والمساجد، وكذا بحيرة قارون التي تعتبر بقعة سياحية شهيرة بالمدينة. في المرتبة الخامسة صيدا، لبنان. تقع صيدا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حوالي 40 كيلومتر من مدينة بيروت، ويقال عنها إنها مداها إلى الأزقة الضيقة والممرات الرائعة، وعدد من المساجد الذي يعود تاريخها إلى العصر الأموي. في المرتبة السادسة غازي عنتاب، تركيا. غازي عنتاب مثل العديد من المدن الأخرى الأقدم في العالم، وقد مرت بالكثير من الحقب التاريخية الطويلة، بما في ذلك البيزنطية، الصليبية والعثمانية. وتقع في جنوب تركيا على مقربة من الحدود السورية، وهي اليوم واحدة من المدن الرائدة المنتجة للسلسال على مستوى العالم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة.